السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب تانية ثانوي هنحل مع بعض الاختبار الشامل على الوحدة الثالثة علم اجتماع من كتاب الامتحان 2024 صفحة 125. السؤال الأولاني: افتعال المشكلات مع الآخرين وإلحاق الضرر. إلحاق ضرر جسدي يبقى ده عدوان. إلحاق ضرر جسدي وتشويه نفسي ده العدوان. رقم 2: عملية تفاعل يتم بواسطتها تعديل السلوك الفردي داخل البيئة ذات صلة الدم بحيث يتماشى مع توقعات أعضاء الجماعة التي ينتمي لها. يبقى إذن هنا أنا بعمل تعديل لسلوك الفرد، يعني دي تنشئة اجتماعية. رقم 3: يعد الضمير سلطة آمرة ناهية ويحث الفرد على أفعال الصح. طالما اتكلم على الضمير ده طبعا ضبط داخلي، الوحيد اللي داخلي هو الضمير، أي حاجة تانية تبقى خارجي. رقم 4: عند ذهابك إلى رحلة كنت تتمناها وحدث عطل في الأتوبيس أثناء الطريق فاضطررت إلى الرجوع وإنهاء الرحلة، مما جعلك تنزعج وتصور. ده انفعال، تنزعج وتصور على الآخرين المتواجدين حولك، يبقى ده انفعال. انفعال ينتج عن شعور قوي بعدم الرضا. رقم 5: هيئة تؤثر في التنشئة الاجتماعية غير المقصودة وتمد الفرد بمعيار سلوكي لتنمية الضمير لديه. تنمية الضمير لدى الإنسان ده من خلال دور العبادة. 6: عندما تظهر بعض الأفكار الجديدة بالمجتمع فإما أن تلقى قبولا من قطاع كبير من الناس فتنتشر، أو لم تلقى قبولا فتندثر. يبقى تلقى قبولا من قطاع كبير من الناس، يبقى ده الرأي العام. يبقى ده الرأي العام. طالما انا بتكلم على أغلبية الناس أو قطاع كبير من الناس يبقى ده الرأي العام. رقم 7: يلبي بعض الآباء الطلبات المعقولة وغير المعقولة لأبنائهم ويقومون بمساعدتهم في كل عمل. تلبية احتياجات الأبناء ده اسمه الدلع الزائد عن اللزوم أو الحماية والتدليل الزائد اللي بيؤدي إلى الاعتمادية. رقم 8: قام مدير إحدى الشركات بمد ساعات العمل من 8 ساعات إلى 10 ساعات وقام بفصل كل من عارض هذا القرار. يبقى المدير دوت استخدم سلطته، ماشي، لإجبار الناس على أوامره، على على تنفيذ أوامره. يبقى يستخدم القوة، استخدام السلطة يعني استخدام القوة. طيب، فانا قلت لكم قبل كده القوة مش معناها ان انا استخدم القوة الجسدية، ممكن هنا واحد بيستخدم سلطته ونفوذه في اجبار الناس على تنفيذ اوامره. رقم 9: تتأثر بعض الدول بالكثافة السكانية سلبا مما يؤدي الى بعض المشكلات مثل البطالة. ويبقى انا بتكلم على الاحتياجات الاساسية للناس، ماشي، دي مشكلات الاساسية. رقم 10: مجموعة من المبادئ والقواعد الوضعية تتضمن عنصر الإلزام ويتم اقتراحها من قبل مؤسسات معينة وذلك بعد موافقة معظم الشعب عليه. موافقة معظم الشعب عليه. مبادئ وقوانين وضعية، تمام، تتضمن عنصر الإلزام، يعني احنا مجبرين على الالتزام بيها. ده القانون. القانون احنا بنوافق عليه وبعد كده بنبقى مجبرين على الالتزام بيه. السؤال الثاني سؤال مقالي: يؤكد كولمان على أن هذا الأسلوب يجعل الأبناء يشعرون بالوحدة لغياب الأمن النفسي والاجتماعي. ده أحد، طبعا واضح إن أنا بتكلم على أسلوب سلبي، تمام، ده أحد أساليب التنشئة الاجتماعية. لو أنت راجعت أسلوب التشدد والتسلط هتلاقي إن هو بيؤدي للانطواء أو الشعور بالوحدة. يبقى ده التشدد التشدد والتسلط. وعايز مثال على التشدد والتسلط، ممكن تقول له هنا مثلا رفض الآباء التام دون نقاش لرغبات أبنائهم، تمام، وعند معارضة الأبناء يقومون بعقابهم وضربهم مما يؤدي للعزلة والشعور بالوحدة. تمام، نقوله تاني: رفض الآباء التام دون نقاش لرغبات الأبناء وعند معارضة الأبناء هيسيبوهم كده؟ لا، هيقوموا بعقابهم وضربهم مما يؤدي للعزله والشعور بالشعور بالوحده. وبكده يا جماعه نكون خلصنا منهج علم النفس والاجتماع، تمام.
بكرة إن شاء الله هنحل الدرس، أسئلة الدرس الأخير في الفلسفة ودرس الفلسفة السياسية، وإحنا سبق وخلصنا المنطق. فعلى مدار حصتين كده بكرة وبعده هنحل درس الفلسفة السياسية عشان نبقى قفلنا منهج علم النفس والاجتماع والفلسفة والمنطق. بالتوفيق للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.